السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر مينا ثروت. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الاختبار الاولاني بتاعنا مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر مينا ثروت هيبدأ يرجع بظهره عشان احنا بنتدرب معايا على الإيماع في خط مستقيم بوشك وبظهرك في أول مرة، علشان تتأكد مليون في المية إن أنت ماشي بأبعادك كويس جدا، بتعرف تظبط زاوية دركسيونك، تعرف تظبط السنس بتاع الدبرياج، العربية ما بتقفش منك. تاني حاجة عينك بتبص في مراياتك عشان لما تطلع معايا على الطريق ما يكونش فيه ولا رهبة ولا خوف ولا أي حاجة. زي ما احنا شايفين مع آخر قمعين مع مستر مينا ثروت. نتمنى له طبعا الخير والتوفيق ونخش على التحدي الأصعب اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر مينا ثروت مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيبدأ ان هو يتخطى العربية اللي قدامه او الإقماع اللي قدامه من الجهة اليمين، وهنبدأ نلف ونعملها من الناحية التانية. نلف ونعملها من الناحية التانية. بنعملها طبعا من ناحيتين عشان لما يجي في عربية قدامك تعرف تتخطاها سواء من اليمين او من الشمال، وفي نفس الوقت تعرف تتخطى من حارة لحارة. تعرف ان انت لو في عربية قدامك او في حفرة او في بلاعة تعرف تقف وتتخطى الكلام ده كله. وفي نفس الوقت تعرف لو في عربية في طريق سريع ماشية بسرعة أبطأ منك فتعرف ان انت تتخطاها بكل سهولة. دلوقتي هو بيعملها من الناحية التانية، فطبعا بيلف وهيبدأ ان هو يخش عليها خط مستقيم ويبدأ ان هو يعملها من الناحية التانية. طبعا بنعملها من ناحيتين ليه؟ عشان نتأكد مليون في المية ان العميل بيعرف يتخطى سواء من الجهة اليمين او من الجهة الشمال، وفي نفس الوقت بيعرف يبص في مراياته كويس، بيعرف يدي اشارات قبل التخطي، بيعرف يظبط زاويته في الداخلة في الخارجة، بيعرف يتحكم في كل بعد من ابعاد العربية في اي زاوية مهما كانت ولو كانت ضيقة. زي ما احنا شايفين هيبدأ ان هو يدي اشارة اهو، ادى اشارة فعلا، ويبدأ يخش واحدة واحدة طالما عامل مسافة الأمان بينه وبين العربية اللي قدامه، اللي هو شايف الأرض ما بين الكاوتشين أو ما بين القمعين، ومعنى ذلك إن هي دي مسافة الأمان، يبدأ إن هو يتخطى ويعديها عادي جدا. نتمنى لك التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر مينا ثروت مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا شعارنا مع العالمي انت عالمي. معانا دلوقتي مستر مينا ثروت. بنبدأ ان احنا نعمل الركنة العمودي على رصيف. بنتدرب طبعا بيها على طريق الإقماع علشان ما يبقاش فيه خوف او توتر من جهة العميل ان هو يبقى خايف يخبط العربية اللي جنبه يمين او شمال. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر مينا هيحاول يجيب الرجوع لورا ويبدأ يرجع واحدة واحدة. طبعا بيبص في مرايته علشان يقدر يركز مليون في المية على زاوية الدخول بتاعته، وطبعا بيبص في المراية اللي في النص زي ما انتم شايفين دلوقتي علشان يشوف لو في حد جاي من وراه. طبعا انا بحاول على قد ما اقدر اخلي اي متدرب معايا يعرف يظبط مراياته عشان لما يجي يطلع بالطريق يبقى متمكن جدا جدا. مفيش حاجة اسمها سواقة لورا بس. طبعا هو واقف عشان الناس اللي وراه، طبعا انا ما بقولوش اي حاجة، انا واقف من بره بصور علشان اتاكد مليون في الميه ان العميل اللي راكب جوه العربيه لما يركب عربيته لوحده يعرف يسيطر عليها من غير اي خوف. زي ما احنا شايفين دخل بالعجله اللي ورا الاولانيه، وقف طبعا لان القمع التاني مش هيبقى ظاهر معاه في الناحيه التانيه. هيبدا يطلع قدام يمين علشان يظهر معاه القمع الناحيه التانيه في اليمين، اللي هو بالنسبه لنا العربيه التانيه ناحيته. وقف طبعا عشان العربيات. بص في المرايه بتاعته لقى ان القمع ظاهر معاه. هنبص كده في مرايته زي ما احنا شايفين اهي المرايه بتاعته ظاهر فيها القمعين اللي ورا. طبعا لقى ان الزاويه هنا اوسع او الزاويه هناك اضيق، بيبدا يظبط على حسب ابعاد عربيته وحسب مراياته ما هو شايفها. زي ما احنا شايفين يبدا ان هو يركن كويس جدا جنب الاقماع بتاعته. اتمنى له طبعا التوفيق والخير ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر مينا ثروت مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. دلوقتي بنعمل الركنة الموازي للرصيف، طلوع ودخول، طبعا عشان نتأكد مليون في المية إن العميل معانا بيقدر يعرف يطلع من أي عربية قدامه وراه، وبيعرف يركن مهما كانت الزاوية معاه ضيقة. دلوقتي معانا مستر مينا هيبدأ إن هو طلع خلاص أكنه مشي في طريقه، وبعد كده هيبدأ إن هو يرجع تاني علشان يظبط الزاوية بتاعته مع الإقماع ورا خط مستقيم، ويبدأ يخش واحدة واحدة. طبعا ده منها كركنة ومنها تاني علشان أشيل منه الرهبة والخوف لما يجي يركن بين عربيتين، علشان طبعا طول ما في إقماع بيبقى الرهبة عنده أقل بكتير من هو وبين عربيتين. زي ما احنا شايفين دلوقتي لازم بيبص في مراياته، فطبعا لقى ان الزاوية بتاعته واسعة شوية، فهيبدأ ان هو هيرجع لورا واحدة واحدة علشان يضم ظهر العربية شوية ناحية الرصيف. مجرد ما بيشوف العربية النمر اللي وراه يبدأ ان هو يرجع خط مستقيم، وبعدين يبدأ ان هو يكسر تاني الناحية التانية، طبعا عشان ما يقربش للرصيف اكتر من كده. وفي نفس الوقت لو مرجعش خط مستقيم هيلاقي ان الزاوية بتاعته بعيدة جدا عن الرصيف مع ظهر العربية. طبعا بستخدم فيها المرايات كويس جدا علشان العميل معايا يقدر يبقى عارف لما يطلع على الطريق يحافظ على زاويته، يقدر يوسع الشخص اللي وراه، يقدر يحافظ على زاوية دركسيونه، سنسه مع الدبرياج والفرامل والبنزين. كل ده بيتحكم فيه في حاجات ضيقة. لما تتحكم في حاجات ضيقة زي الركنة اللي احنا عاملينها، فبتبدأ تديك إمكانية وقابلية للتحكم بدرجة عالية جدا، بالذات مع المانيوال لما تطلع بعد كده على الطريق. طبعا هو بيبص في مرايته، بيطلع قدام بحذر لانه طبعا مش شايف قدامه انما شايف وراه في مراياته، فبيبدأ ان هو يرجع مع الركنة واحدة واحدة. طبعا زي ما احنا شايفين بنبص في مرايتنا يمين وشمال، يمين وشمال، يمين عشان القمع او الاكسدام بتاع العربية اللي ورانا، شمال علشان الرصيف وجنب العربية بتاعنا. تعالوا نبص كده قدام هو عمل ايه ونتفرج على الزاوية بتاعتنا. اهو ما شاء الله، بص بيبص في مرايته كويس جدا جدا جدا. بص عند الزاوية، طبعا ما شاء الله ممتاز جدا جدا جدا، عشان احنا بندرب صح وبنتمنى ليه التوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر مينا ثروت مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا شعارنا مع العالمي انت عالمي، عشان بتقدر تتدرب معانا على كل حاجة. تقدر تتدرب بوشك وبظهرك، وبتاخد اليوترنات، وبتاخد التخطي وطلعة الكوبري والركن الموازي والركن العمودي والطريق الزحمة والطريق السريع. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا مستر مينا، بعمل له الاختبار بتاع الرخصة، بس بعمله له واسع شوية عشان ده طبعا تدريب العادي مش تدريب على اختبار الرخصة. فطبعا بحاول على قد ما اقدر اعمله علشان اخلي العميل يبقى واثق في نفسه، وفي نفس الوقت عارف يتحكم في ابعاد عربيته، يعرف يتحكم في سنس الدبرياج، لفة الدركسيون، سنس الفرامل. كل حاجة بتفرق معانا جدا على الطريق لما بيجي يطلع تاني معايا على الطريق، او لما يجي يطلع لو عربيته لوحده. زي ما احنا شايفين مستر مينا بيبدأ ان هو يبص كويس جدا في مراياته يمين وشمال، ويقدر يحدد الإقماع اللي وراه علشان يبدأ يلف حواليها، وفي نفس الوقت ما يخبطش ولا قمع. زي ما احنا شايفين قدر ان هو يشوف ان القمع بقى جنب العربية، فقدر ان هو يكسر وش العربية كله عشان يشوف القمع اللي وراه في المراية بتاعته اليمين. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيرجع واحدة واحدة، بس طبعا هيبص في مراياته، لقى في واحدة وقف تمام، هيبدأ يرجع واحدة واحدة. بعد كده هيعدل ايده خط مستقيم. زي ما احنا شايفين طبعا عملها كويس جدا، نتمنى له طبعا التوفيق والخير، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر مينا ثروت مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الاختبار بتاع الزجزاج معانا. طبعا الاختبار دوت اصلا مش هتلاقيه موجود في الجدول بتاعنا بتاع العالمي، بس انا بحب اعمله لاي حد بحس ان هو متميز معايا، مستواه كويس، وفي نفس الوقت عنده المقدرة ان هو يقدر يعملها، وفي نفس الوقت وقته يسمح بذلك.
في نفس الوقت بخليه يتحكم تحكم كلي في العربية بكل زواياها بكل شبر فيها، وفي نفس الوقت في أضيق المناطق. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا مستر مينا مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا دلوقتي مستر مينا دلوقتي بقى عالمي معانا خلاص، لأن شعارنا مع العالمي أنت عالمي وتقدر تعمل أي حاجة. زي ما احنا شايفين مستر مينا طبعا تحكم كلي بالدركسيون بالدبرياج مع مع سنة الفرامل مع الدبرياج. هيبدأ ان هو يرجع لورا واحدة واحدة، طبعا مع التحكم في زاوية الدركسيون مع السرعة المناسبة ليها مع نظرته للمراية ان هو يجي جنب القمع عشان يقدر ان هو يدخل ظهر العربية بين القمعين. وده طبعا بيديله سماحية ان هو لما يطلع على الطريق ما يكونش فيه اي رهبة، ما يكونش فيه اي خوف، يقدر يتحكم تحكم كلي في دركسيون العربية مهما كان الطريق زحمة، مهما كان الطريق ضيق، مهما كان اشارة واقفة قدامه فيعرف ان هو يتخطى من العربية اللي قدامه، يعرف ان هو يكسر يمين او شمال، يعرف يخش اي يوتيرن، يعرف يظبط زاوية العربية من قدامها لوراها. ما شاء الله مستواه ممتاز جدا، وزي ما انتم شايفين بيعبر عن مستواه بنفسه. مراياته تظهر فيها قمع يرجع خط مستقيم، يرجع خط مستقيم، يجي الكاوتش جنب القمع يبدأ ان هو يكسر الناحية التانية. زي ما احنا شايفين مع مستر مينا مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا تحكم كلي للعربية، ده طبعا غير الاختبار بتاع اختبار الرخصة يعني. بس طبعا هو برضو تخطى الاختبار بتاع الرخصة معانا وقدر ان هو يعمله كويس جدا بتاع حرف اس، وقدر ان هو يتخطى برضو الزجزاج معانا كويس جدا. نتمنى له الخير والتوفيق ونخش معاه بعد كده على الطريق السريع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر مينا ثروت مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. زي ما احنا شايفين دلوقتي ماشيين مع الاختبار الأخير بتاعنا هو الطريق السريع. معانا مستر مينا يحب يقول الريفيو بتاعه، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يعني تحت ايد الكابتن خالد. الواحد ما كانش يعني بادئ من الصفر خالص. الحمد لله انا على الطريق السريع دلوقتي وماشي على 60 وال80 وعدى عربات ورايا وقدامي وكده. فالله يبارك له الصراحه، يعني الراجل هادي ومحترم معايا وصبور يعني، وبيخلي الواحد يعني يستوعب بسرعه كل حاجه يعني، ومدي الواحد اكتر من حقه. في استفادة ولا حاسس ان في اي تقصير؟ لا، استفادة وكل حاجة ومواعيد واكتر من الوقت يعني اللي بتاخده كمان. نتمنى لك الخير يا مستر مينا، ونشوفك ان شاء الله بعربيتك معانا على الطريق السريع. ربنا يخليك.